ايه السبب الحقيقي وراء فشل 80% من الحملات الاعلانيه؟ طيب هو يعني السؤال ده ليه أجوبة كتيرة جدا وحوارات كتيرة قوي. ممكن تكون بسبب ميديا باير، ممكن يكون الفشل بسبب المبيعات، ممكن يكون الفشل أصلا بسبب السبلاي تشين أو إدارة المنتجات. المنتج نفسه مش قيم، المنتج نفسه مش بيوصل ال الأداء اللي هو إحنا أعلى جودة في السوق وأقل سعر والكلام. المنتج مش كويس من الآخر يعني، أو الخدمة مش كويسة من الآخر. وليه إجابة تانية خالص، إن المنتج أو الفكرة نفسها أصلا، مش المنتج بقى، الفكرة نفسها مش كويس. فكره البيزنس موديل نفسها مش كويس. زي مثلا ان انا عايز اعمل مثلا عربيه بتمشي بالمغناطيس، بتمشي من غير كاوتشات. الفكره كويسه، لكن انا عشان اخد الفكره دي وانفذها واطبقها على ارض الواقع، هل انا هقدر ان انا اتحمل الكوست او التكلفه؟ وبعد ما اتحمل الكوست او التكلفه اقدر ان انا ابيع المنتج واكسب فيه واوصل للتارجت اودينس بتوعي او للجمهور بتوعي اللي يقدر يشتري التكنولوجيا اللي مش موجوده اصلا حاليا في السوق؟ ما اظنش ان ده سهل، وما اظنش ان ممكن يكون اصلا قايم على فرد واحد. ده المفروض يكون قايم على استثمارات بمليارات، زي ما شات جي بي تي دلوقتي وجيميناي بيخسروا بالمليارات، وبيخسروا بمليارات الدولارات فعلا، عشان بس مجرد انك انت تستخدم شات جي بي تي او جيميناي. ليه؟ علشان يبدا يقول لك ان العالم كله لازم يستخدم الذكاء الاصطناعي. وساعات بتبقى كمان يعني المشاكل بسبب حاجات تانية بقى، بسبب اصلا الكرييتيفز نفسها، الافكار بتاعت المحتوى. الفيديو مش متصور بجوده كويسه، الفيديو مش متمنتج كويس، البوست اللي انت منزله سواء جرافيك ديزاين او سواء فوتو سيشن مش بيوصل الرساله التسويقيه اللي انت عايز توصلها للعملاء. ساعات في اعلان بيستفز الناس، بتجيب واحد ملوش لازمه او واحده ملهاش لازمه تعمل لك اعلان يستفز الناس، وتبدا الناس تنفر منك لمجرد انك انت وصلت لشويه فيوز. لكن الفيوز مش هي اللي تتحول لسيلز. السيلز هو انك انت تخليني اخد اكشن او اخد خطوه، ان انا اتعب واخش لك على الموقع بتاعك واشتري منك، او انزل للمكان اللي انت بتقدم فيه الخدمه او المنتج مخصوص عشان بس ان انا اجيلك.